السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن حال. بتشرف بأي حد موجود في قناتي، حتى لو بيتابعني شخصين تلاتة مداومين، فأنا بتشرف بيكم جدا. مش شرط، يعني قناتي لسه مبتدئة، قناتي ما بقالهاش كتير. يعني تكبر براحتها، أنا مش مستعجلة خالص. يعني كل شيء بأوان وكل حاجة بتيجي في ميعادها. وبتشرف بيكوا تاني. هنعمل مع بعض وصفة فطير حلوة جدا. يعني انسي بقى اي وصفة انت جربتيها او اي طريقة، هي مقادير الفطير بتكون واحدة ولكن الطريقة بتختلف من شخص لآخر. هنعمل الاول كده، يعني مش عارفة، يعني هو فطار سريع كده، كان قبل الغدا اكلة بسيطة قوي. كل اللي في البيت بيحبوها. هي التونة بالمايونيز بالبصل، مش عارفة انتوا جربتوها قبل كده ولا لا؟ بس انا بصراحة بنعملها من سنين، وهو كده يعني ايه، الاكلة دي مميزة عندهم قوي. خصوصا الحاجات اللي بيكون فيها اسماك زي الرنجة والسردين والمملحات دي. فالتونة بالطريقة دي بيكون طعمها حلو قوي. بجيب مثلا تونة، سواء علبة علبتين زي اللي موجود عندك. التونة دي هي العلبة بتاعتها مش كبيرة قوي، عليها زيت زيتون. حط لها بقى كده يعني ايه رشة ملح بسيطة، وليمون وكمون ورشة فلفل اسود. هما متعودين ان هي بيكون جنبها شيبسي كده. ممكن بقى، لا يا سلام بقى، لو في بصل اخضر ممكن تعملي سلطة جنبها، يعني حسب اللي موجود عندك طبعا. وعيش بلدي بقى وكله بقى. يعني عايزة اقول لكم، يعني الطبق ده ممكن يأكل 3 افراد. الكمية بتاعتها بتزيد لما بنضيف لها البصل والمايونيز، ما شاء الله يعني ايه. وعامة الاكل في لمة العيلة بيبقى مشبع وبيكفي، سبحان الله. ربنا بيطرح دايما ما شاء الله البركة في ولادي كل حاجة. مشغلين تقريبا، مش عارفة ايه، على التلفزيون يعني صوت دوشة كده، وواحد بيخبط، يعني مش عارفة، يعني ما شاء الله. يعني ربنا يهدي الأطفال جميعا، يعني أجيال كده ما يعلم بهم الا ربنا. يعني تلاقيهم بيخبطوا في اي حاجه، تلاقيهم داخلين وراك المطبخ ما تعرفيش هم عايزين ايه. يعني ما شاء الله، يعني مش عارفه، الجيل ده غريب، يعني ربنا يهديهم، مش هقول اكتر من كده. خلصنا بقى طبق التونه بتاعنا كده. انا ماليش في العيش ده بصراحه، بس هو اللي كان موجود وهم كلوا منه، وانا ما باكلش من العيش ده. وكده الاكله البسيطه دي حلوه قوي قوي بجد، جربوها ومش هتندموا. كنت بقى مجهزه كيس الدقيق بتاع الفطير. عايزة تعملي نص كيلو تجربي، عايزة تعملي 2 كيلو زي ما تحب. هو ومية كيلو وملح دقيق وسكر بس، ما بيتحطش عليه اكتر من كده. عايزة بقى مية دافية، مية من الحنفية، مية عادية خالص، يعني ايه. هو الفطير بسيط جدا، ولكن الطريقة والخطوات هي اللي بتطلعه ناجح معاكي. فاتبعي الخطوات دي ويطلع ناجح معاكي ان شاء الله. حطيت كده معلقة كبيرة من السكر، ممكن تخليهم معلقتين زي ما تحبي. ورشيت رشة من الملح. وهجيب بقى المية. يبقى هو الدقيق زي ما قلت لكم، يعني مقاديره بسيطة خالص، ولكن الخطوات والطريقة هي اللي بتطلعه ناجح معاكي. قلبتهم بقى كده مع بعض. هجيب مية بقى زي ما قلت لكم، مية عادية خالص، وهبدأ ان انا اقلب كله في بعضه. اهم حاجة علشان الفطير يكون ناجح معاكي، بيتعجن، يعني تعجنيه كتير، يعني حوالي ربع ساعة او 10 دقايق. وكمان لو انت عندك عجان هيوفر عليكي كتير. انا ساعات ممكن اخلي بنتي تعجن معايا، او اقول لها اقفي، يعني بحاول ان انا اعلمها برضو. هلم بقى كده الدقيق مع بعضه. انا هنزل العجينه على الرخامه، وهبدا اعجن فيها، يعني عجن ولادت كده، عشان ايه؟ تبقى العجينه ملساء معاكي وناعمه. هقول لكم دلوقتي ازاي. انا عملت معاكم قبل كده فطير بطريقه مختلفه، بس المره دي بقى هعمله برضو بطريقه مختلفه. يعني ايه، طريقتين في الفيديو ده هوريكم طريقتين للفطير، والاتنين احلى من بعض. لميتها بقى كده، بدأت ان انا هنزل اللي هي مسكت في ايدي، العجينة اللي مسكت في ايدي دي. رشيت كده رشة من دقيق السميد، او دقيق بيقولوا عليه اسمه ايه، دقيق الفينو. المغاربة عامة، المغاربة بيشتروا الدقيق ده، بيعملوا اساسا بالفطير، بيستخدموه كتير. فهم اللي عارفين نوع الدقيق ده. رشيت كده رشة منه بس، بصراحة بيخلي الفطير حلو. انا ما حطيتش منه على العجينة، انا بس رشيت كده على الرخامة بس. هفضل اعجن فيها بقى زي ما قلت لكم، تعجني كتير لحد ما بتسمعي صوت كده في العجينة، بيبقى كده خلاص. لميتها بقى كده على بعضها، وهسيبها ترتاح شوية.
دهنت الطبق اللي احطها فيه زيت علشان ما تنشفش وتتشال بسهولة. بعد ما ارتاحت شوية جبت صينية حطيت فيها شوية من الزيت عشان الكور اللي هكورها ما تلزقش في بعضها. هتعملي كور بقى، يعني ايه انا عملت ايه، يعني ما صغرتش الكور. زمان كنا بنعمل كور صغيرة ونعمل الفطيرة حوالي 15 راق مثلا زمان في مصر يعني، وفي ناس بيعملوا لحد دلوقتي، انا هعمل منه برضو دلوقتي بس مش هخلي رقتها كتير. هتعملي بقى الكور حسب ما انتي عايزة حجم انا الفطيرة. تقريبا كنت عجنتها قبل ما اخرج لاني كنت غيرت يعني. وعامه وانا في المطبخ يعني لو كم بتاع الهدوم اللي انا لابساها اتغرق بغير. يعني ممكن في الفيديو تلاقوا كمين مختلفين، لان انا بصراحه انا من النوع لو هو واقف في المطبخ لو عملت اي حاجه بروح اغسل ايدي، او لو مثلا وسخت طبق استخدمت طبق عملت حاجه بروح اغسلها يعني. فانا بتغرق على طول، وخصوصا بقى ان احنا في الحر بقى، فاحنا ايه هنبلبط بقى يعني في المطبخ بقى يعني. بس طبعا مش بتبذير في المية عشان حرام يا جماعة. بس انا عامه لما بتغرق الكم بيتغرق بغير يعني، ده حقيقة يعني. وبحب اغسل ايدي كتير وانا واقفة في المطبخ، دي عادة فيا يعني. مش عارفة بقى يعني في ناس كتير كده، مش عارفة انتوا كده برضو ولا ايه؟ كل واحدة بيبقى لها حاجات كده مع نفسها. غطيتهم بقى بستريتش رول زي ما انتوا شايفين كده، وهغطيهم واسيبهم يرتاحوا زي ما قلت. يبقى عجينة الفطير لازم تتعجن كويس ولازم ترتاح كويس عشان يطلع ناجح معاك، ماشي. وبرضو يكون يعني نوع الدقيق كويس او انواع انتم مجربينها او اي نوع، يعني الدقيق بيحتاج اي نوع. جبت بقى كده شوية زيت علشان افرد عليهم، كانت ارتاحت هنا اهي، وانا كنت رجعت لبست اللي انا كنت عاجنة فيه تاني، يلا مش مشكلة. هفرد بقى كده اول كورة. الزيت بيساعد ان انتي تفردي بسهولة. هتشوفوا بقى الطريقة انا بعملها ازاي، بجد من احسن المرات اللي عملت فيها فطير يعني. كل مرة بقول كده يعني الحمد لله يعني انا بعمل فطير من زمان قوي قوي، وبحب ان انا اعمله. الفيديو اللي فات كنت عاملة معاكم رول وبسويه على البوتاجاز. لو انتي عايزة الفطير يكون طري كده وحلو معاكي سويه على عين البوتاجاز. عايزاه برضو يبقى ايه يعني مش طري قوي او بيطلع كده في الفرن بيبقى غير البوتاجاز طبعا. فحسب ما انتي تحبي هتسويه في الفرن. انا سويت برضو في الفرن وعلى البوتاجاز، وهوريكم اللي سويتها في الفرن واللي سويتها في البوتاجاز، وهقولك تعملي فيها ايه علشان تفضل طرية معاكي. هنفرد بقى، شايفين بقى يعني لحظة حاسمة. عايزة اقول لكم ان ايدي وجعتني في اليوم ده. بدهن كده بقى، انا هعمل ديت عملتها تقريبا اول فطيرة اللي هي كانت اكبر واحدة، كانت مش عارفة 5 رقات تقريبا. زي ما انتم شايفين بدهن سمنة بين كل رق ورق علشان تبقى مورقة معاكي. عايزة اقول لكم بقى اكلمكم عن حاجة مهمة قوي، عن فضل سورة البقرة. حاولوا تقرأوا سورة البقرة. الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بقراءة الزهروين اللي هم سورة البقرة وآل عمران. سورة البقرة يعني حاولوا ان انتوا تحفظوها او تسمعوها كتير، حتى لو مش هتحفظوها فانتوا تقرأوها، لان سورة البقرة يعني فيها اسرار عجيبة وعن تجربة والله. لو داومتوا على قراءتها يعني اي حاجة بتطلبيها من ربنا هتتحقق، وفعلا عن تجربة. بس داومي عليها قراءة البقرة، سورة البقرة مع المداومة، تداومي عليها. حاولي تقسميها على يومين، لو مش هتقدري في يوم قسميها على يومين، المهم انك تقرأيها. قراءتها يعني في البيت حلوة، لاني تركها حسرة وقراءتها بركة. ففيها سبحان الله سر عجيب يعني بتحقيق الأماني والأمنيات. اللي نفسها يعني ربنا يرزقها بالذرية الصالحة تقرأ سورة البقرة مع الاستمرار. اللي نفسها يعني ربنا يرزقها بأي حاجة طبعا مع الدعاء. وعايزة أقول لكم بقى قيام الليل حلو. حاولي لو هتصلي ركعتين في قيام الليل حاولوا تحافظوا على وتداوموا على صلاة الفجر. ابدأي يومك بصلاة الفجر، وبعد ما تصلي الفجر بالأذكار. التليفون كان اتقلب هنا. كنت أنا بحفظ في سورة البقرة، بحبها أوي بجد، بحب القرآن كله. فنشكر ربنا على وجود القرآن في حياتنا، ده نعمة كبيرة قوي. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القرآن ده شفاء ودواء للقلوب فعلا. فاقرأوا القرآن،
شغلوه في البيت، خلي المهم ان القرآن يبقى اساسي في يومنا، خلوه خير صديق. القرآن ده بكلمكم عليه كتير بجد، يعني يشفع وينفع ويشفي. يعني القرآن فيه كل حاجة، القرآن حياتنا مكتوبة فيه، نقرأه بتدبر. عارفة حتى لو انت هتقرأي آية، تجيبي آية كده وتحفظيها مع التفسير بتاعها، يعني انت بتاخدي ثواب. يعني عامة مجرد ما انت تبصي في القرآن وتقرأي كده بلسانك فبتاخدي ثواب كبير. لما بنبدأ يومنا كده بصلاة الفجر والأذكار، لو انتي عايزة تحفظي قرآن أو تقرأي قرآن والآية تثبت في دماغك، بعد صلاة الفجر أو الصبح عامة، آه أي حاجة، أي حد بيذاكر أي حاجة أو بيحفظ أي حاجة الصبح، المعلومة بترسى في الدماغ فعلا، سبحان الله، مش بتنسيها أبدا. فخلي القرآن عادة في يومك، يعني حاولي على قد ما تقدري، يعني بعد كل صلاة تقرأي صفحة من القرآن على قد ما تقدري. يعني زي ما قلتلك ده هتبقى أجمل عادة في حياتك، وهتلاقي نفسك سعيدة. سبحان الله، القرب من ربنا سبحانه وتعالى راحة فعلا، البعد عن ربنا تعب. فربنا يردنا إليه مردا جميلا. ادعوا دايما ربنا كده يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وربنا يتقبل منا جميعا. بصوا بقى، شايفين الطريقه دي بتخلي الفطيره معاكي مورقه وجميله قوي. شفتها عند اخواتنا المغاربه بيعملوا الفطير بالطريقه دي، بس هي الفتحات دي يعني بيفتحوها كذا فتحه كده ويلموها على بعض، بجد حلوه قوي، عجبتني يعني، حلوه. يعني هما اساتذه في الفطير، يعني بيقولوا عليه مسمن. المطبخ المغربي جميل، والمطبخ السوري، وانا بحب كل اخواتنا العرب طبعا والعراقيين، يعني حبايب قلبي. يعني بيتابعني منهم كتير، يعني ما عنديش مشاهدات كتير يا جماعة، ولكن يعني اي حد بيدخل عندي بكون مبسوطة بيه طبعا. يعني انا ببقى عارفة مكتوب عندي مين اللي شاف قناتي، طبعا من العراقيين السوريين. زمان في الافراح كانوا بيعملوا يوم بيقولوا ايه، احنا رايحين نصبح على العروسه بالفطير. بصوا كانوا بيعملوا كده صينيه، يعني كانوا بيودوا فطير كتير قوي، كانت العيله بقى كلها تتلم وتتجمع ويعملوا الفطير ده صواني بالصواني، مش بالكام واحده كده. كان بيخرج من كل بيت، كان في عادات وتقاليد اتربينا عليها، يعني مش عارفه، في حاجات كتير قوي ما بقتش موجوده زي زمان. بقعد اقول ايه، ليه يا زمن ما سبتناش ابرياء. يعني نفسي الزمن يرجع، بس طبعا ما فيش حاجة بترجع، ربنا يتولانا برحمته بكل حاجة. انا عملت كده معاكم، ممكن تعمليه واحدة. لو انت ممكن تعملي فطيرة واحدة مثلا زي دي وتطبقيها، يعني انا هعمل معاكم كذا شكل انتوا شايفين اهو. يا سلام بقى لو عندك جبنة حادقة كده بمش، يا سلام مع الفطير ده. على فكرة الفطير بالجبنة بيبقى احلى من العسل، يعني عشان انا ما بحبش السكريات، فما اعرفش بقى حسب ما انتوا تحبوا. شايفين الشكل ده برضو بسيط قوي، ده بسيط قوي قوي، وبتطلع مورقة معاكي وجميل. وهتشوفوا التسوية برضو دلوقتي، ده كله نسيبه الفطير كله يرتاح. هجيب اول فطيرة بعد ما ارتاحت هدهن وشها سمنة، انا كنت مولعة الفرن في الوقت ده. هفردها بقى بعرض الصينية، قصدي يعني هفرد على قد الصينية وادخلها الفرن وتراقبيها، يعني يعني 12 دقيقة كده بالكتير. لو على نار عالية، خلي النار عالية، تقوم الفطيرة ايه تقب معاكي بقى كده على طول وتستوي من جوه. وتراقبيها في الفرن علشان ما تتحرقش منك. وطبعا هنشوف اللي هنسويه دلوقتي على البوتاجاز. بجد يعني فطير سهل اهو، بس مشكلته في العجن، يعني ايه، ما تصعبيش على نفسك حاجة. انت ممكن تعملي نص كيلو يعمل معاكي فطيرتين حلوين، ويبقى ايه معاكي وجبة غدا مع شوية جبنة بقى. زي ما قلت لكم الجبنة الحادقة انا كنت جايبة معايا من مصر، بس طبعا خلصت في اول شهرين وانا جاية من مصر، ما قعدتش كتير. فالجبنة الحادقة حاجة يعني جميلة، المصريين كلهم بيحبوا الجبنة الحادقة، حلوة. بيحطوا عليها طحينة، وسلام بقى لو معاها فلفل احمر كده ما اقولكوش بقى، يعني بيقعدوا كده يخبزوا. الناس اللي هم بيخبزوا بقى جنب الفرن والعيش لسه سخن، يقولك ايه، هاتي حته جبنه حادقه ومعاها قرن، مش قرن فلفل احمر، وشويه زيت على الوش كده بقى، وما تشبعيش بقى من الجبنه الحادقه اللي في المقلايه دي او الطاسه اللي انا هسويها على الطاسه على البوتاجاز.
بفردها كده بالراحة، وبتقلبيها وانتي بتسويها بقى، يعني ايه، بتفضلي تقلبي فيها طول ما انتي واقفة لحد ما تستوي معاكي. العطاسة دي كانت تحفة، طرية وجميلة. شايفين بدأت تاخد اللون ده، بفضل اقلب فيها كده لحد ما بتستوي. طبعا بقى مفيش اسهل من كده بقى. قومي تشجعي لو انتي محتارة هتعملي غدا ايه. هاتي كيلو دقيق او نص كيلو دقيق، وزي ما قلتلك كلوا معاه جبنه بيضه عاديه خالص، عشان ما كانش بجبنه بيضه بس حادقه شويه، علشان ما كانش فيه، طبعا ما فيش عندي جبنه حادقه زي ما قلت لكم، ولا كان فيه عسل. فالفطير الفطير بالجبنه الحادقه بيكون احلى واطعم كتير. شايفين بقى الجمال، يعني شكله حلو قوي، وهتشوفوه كله في الاخر. اهم حاجه لما تطلعي الفطير لازم تغطيه علشان يفضل طري معاكي. التغطية مهمة للفطير عشان يفضل طري. شايفين الجمال ما شاء الله، يعني شايفين نفخت ازاي، عشان العجينة خطواتها صح. ودي بقى كنت بقولي هسويها على البوتاجاز، بس رجعتها في الفرن تاني اهي. شايفين اللي استوت برضو في البوتاجاز، شكلها حلو قوي بصراحة يعني. هوريهولكم بقى، شايفين مورق ازاي، والله حلو قوي قوي، يعني يتاكل من غير غموس، يعني بصراحة لما تمسكي الواحدة تاكلها كده اهي. شايفين بقى مورق ازاي، هي يعني شكله مش محتاج ان انا اتكلم. يلا تشجعي بقى واعملي الفطير الجميل ده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. كنت بحاول افتحها لكم كده بس كانت سخنة قوي، يعني كان سخن، بس برضو حاولت ان انا اوريه لكم ان هو مورق ازاي، وشكله باين اهو. شايفين والله كان جميل قوي. ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال يا رب، ويشبع كل جائع على وجه الارض، ويشفي كل مريض، ويرحم كل متوفي، اللهم امين يا رب العالمين. علشان يفضل طري معاكي بقى، هتجيبي كده رول ستريتش، وهبدأ ان انا الف فيه اللي هما عملتهم في الفرن علشان يبقى طري. لو ما عندكيش رول ستريتش من ده، هاتي في كيس زي ما انتوا شايفين ده، انا حطيتهم في كيس. هتسيبيه يتهوى، بس ما تسيبيهوش يبرد تماما، علشان يبقى ناشف معاكي، لازم يكون لسه دافي شويه، وتروحي لفه في الكيس هيفضل طري معاكي. بصوا بقى، لو ما عندكيش رول ستريتش من ده، في كيس بيفضل برضو طري اهو. شايفين اساسا هو يعني الفطير بيتكلم عن نفسه، مش مستني ان انا اتكلم. وطبعا بتراقبي التسويه بتاعته زي ما قلتلك، وجربوا الوصفه دي. هوريكم برضو في الاخر اللي هي كانت في الصينيه التانية، ما كانتش لسه استوت في الوقت ده، كانت في الفرن وانا كنت بلف دول اهو. شايفين يعني بكل سهوله اهو. انتم بقى كده اهي، دي كانت اخر واحده هلفها برضو. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واستنوني في فيديو جديد، ودمتم في رعايه الله وحفظه وامانه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.